أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام. القضاء الفرنسي يستعد لإصدار مذكرة اعتقال في حق عبد المجيد تبون بصفته رئيسا للنظام الجزائري أو بصفته رئيسا لدولة الجزائر. قامت إحدى المنظمات الحقوقية البارزة في منطقة باريس برفع دعوة قضائية ضد الرئيس الجزائري أو رئيس النظام الجزائري عبد المجيد تبون، تتهمه فيها بمجموعة من التهم التي ارتكبها وفق المنظمة في حق المعارض أو المواطن الفرنسي بوعلام صنصال. هذه التهم وفق القانون الفرنسي أو وفق يعني جميع القوانين الدولية تجرم فعلا هذه الأفعال، لأن هذه الأفعال هي أفعال صراحة أو يعني ثقيلة جدا، يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن لسنوات طويلة إن هي ثبتت فعلا. إذن كما قلنا الآن أصبح أو يكاد أن يصبح عبد المجيد تبون مطاردا قضائيا في أوروبا، لأنه إذا صدر أمر الاعتقال من القضاء الفرنسي أول شيء سيصبح سريع المفعول في جميع يعني تراب الاتحاد الأوروبي. جميع دول الاتحاد الأوروبي ستصبح ملزمة بتطبيق القرار الفرنسي أو القرار القضائي الفرنسي. هذا يعني أن الرئيس تبون سيحرم من دخول كامل دول الاتحاد الأوروبي. تحدث عن إسبانيا، فرنسا، هولندا، يعني كل إيطاليا، جميع دول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي أو المشكلة لدول الاتحاد الأوروبي سيصبح مطارد قضائيا. هذه التهم كما قلنا هي تهم ثقيلة جدا. يتحدث التقرير القضائي المقدم من قبل يعني المنظمة الحقوقية عن الإخفاء القسري لشخص أو لمواطن فرنسي، والاعتقال التعسفي والاعتقال خارج القانون والحرمان من الحرية والإخفاء القسري لمدة 10 أيام وحرمان مواطنا فرنسيا من الحق القانوني الدولي في التوفر على محامي من أجل الدفاع عنه. كل هذه الأفعال يعاقب عنها القانون الفرنسي كما قلنا من سنوات إلى عشرات السنين. وهنا نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن صنيعة النظام الجزائري. من صنع النظام الجزائري؟ لنكون واضحين، حتى نكون واضحين مع أنفسنا وأمام العالم. اللي صنع النظام الجزائري هم الفرنسيون، كما وقع يعني للأمريكان لما قاموا بصناعة نظام حزب البعث في بغداد ونظام حزب البعث في دمشق، ومن بعد هذه الأنظمة انقلبت على الأمريكان أو لم تعد تخدم أجندتهم، وأصبح عليهم واجب عليهم الإطاحة بها، واستغرق وقت طويل من أجل الإطاحة بتلك الأنظمة. لم تكن يعني على فكرة يعني لم تكن أنظمة وطنية حتى يعني تدافع عنها شعوبها. نتحدث عن نظام حزب البعث في بغداد ونظام حزب البعث في سوريا، كلها أنظمة يعني سقطت لأنها صراحة لم تكن تمثل الشعوب، كانت تمثل الإرادة الأمريكية، ومن بعد أصبحت يعني تمثل الإرادة الدكتاتورية، فوقع ما وقع. فما سيحصل مع النظام الفرنسي؟ والأيام بيننا، الأيام بيننا.
وتذكروا هذا الكلام: من سيسقط النظام الدكتاتوري في الجزائر هم من أنشأوه. نعم، من أنشأ نظام الجنرالات أو نظام العسكر في الجزائر هو من سيسقطه.